هتلاحظي مع تقدم حملك ظهور متاعب في المثانة، خصوصا لو ضحكتي أو اتحركتي فجأة أو جالك كحة لا قدر الله. ممكن يتسرب كمية بسيطة من البول، ده شيء طبيعي لأنه عضلات المثانة بتسترخي أكتر استعدادا للولادة، أو حتى راس الجنين بتكون ضغط على المثانة، وده عرض بيختفي بعد مجموعة أسابيع من الولادة. وهتلاقي نفسك بتحتاجي تدخلي الحمام باستمرار خصوصا بالليل. عشان كده بننصحك حاولي تقللي من شرب السوائل بالليل على قد ما تقدري، وتنامي كويس، وتمارسي تمارين كيجل واللي بتساعد على قوة عضلات المثانة. تاسع عرض وهو الأرق. الأرق بيظهر في التلت الأخير من الحمل بالذات بسبب قلة النوم وصعوبة وجود أي وضع مريح ليك. هتنامي يمين، هتنامي شمال، هتنامي على ظهرك، طبعا مش هتعرفي تنامي على بطنك. كل ده بيحسسك أحاسيس مش حلوة، فبالتالي وقت النوم بيكون قليل. عشان كده بننصحك تشربي فنجان من الكاموميل وتسمعي موسيقى هادية